عالسلامة ومرحبا بكم. متسألش قبل علاش فيسبوك وانستغرام ومنصات السوشيال ميديا كل بلاش. اليوم باش نحكي على فيلم اسمه السوشيال ديلاما، فيلم وثائقي يحكي على السوشيال ميديا واضرارها وكيفاش ولينا احنا السلع. فهيا بينا نبدأ. This is checkmate on humanity. حاب نبدا بمقولة عجبتني على الاخر في الفيلم واللي هي if you're not paying for the product then you are the product. معناتها كان انت تستعمل في المنتج هذاك بلاش راك انت السلعة، انا ولا انت يعني كيف. شخصيا تفرجي برشا افلام وسيريات والنيم، وديما تبقى احسن حاجة عندي هم الافلام الوثائقية. في العادة في الافلام الوثائقية يجيبوا طرف تصاور وطرف فيديوهات وواحد يحكي وتبدا كأنها واحد قاعد يفهم فيك ويفسر لك في حكاية ولا يحكي لك في قصة معينة. سوشيال ديلاما هو ميكس بين الوثائقي العادي وفيلم دراما، يعني فما جزء صغرون وقصة متنوعة على طول الفيلم. متنوعة هدي متوزعة مش متنوعة. صلحتها لك تمام، متوزعة. كملوا الفيديو. الفيلم يبدا بعائله عاديه على الاخر، ام وابو وثلاثه اولاد. الاخت الكبيره العاقله ما بيناتهم اللي اصلا ما عندهاش تليفون، ما عندهاش فيسبوك، ما عندها حتى شيء، عندها تليفون صغرون بركه تتكلم به. طفل متوسط في سن المراهقه اللي يحبوا يضربوا به المثل كمستخدم عادي. وهذه الاخت الصغيره عمرها 11 سنه مدمنه ادمان مش طبيعي على التليفون، من الاخر تعمل به كل شيء. في الفيلم الوثائقي هذا كميه المواضيع والفاكتس والحاجات لازم تكون انت وانا واعيين بهم يخوفوا والله. يوريك نظره عميقه على كيفاش فيسبوك وانستغرام وجوجل وغيره يتعاملوا مع المستخدمين يوم احنا، وقوتهم كيفاش ينجموا يشكلوا الوعي نتاعنا ويأثروا فينا وبيسكلي يتحكموا فينا من الاخر. اهلا بكم. انا تقوم نتاع لايك، جيش نقول لكم اعمل لايك ما مان، just press لايك. لحظه برك، اعمل لايك ما مان. وكما قلنا في اول فيديو if you're not paying for the product then you are the product. مثلا انت قاعد تخمم، قلت لك تخمم، ما حطيتش لوجت ولا حتى شيء، تخمم باش تشتري حاجه من الانترنت وسبحان الله تلقاها قدامك. فالحكايه هذه مش صدفه، على خاطر هم ديجا يعرفوا كل شيء، يعرفوا ميولاتك وشنو تحب وباش مغروم وكل شيء. يعني المخرج تاع الفيلم هذا مشى يعمل مقابله مع سي اوز دوتكوم اللي كانوا شادين فيسبوك وانستغرام وتويتر. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. يبداو يحكوا على كيفاش كل منصه كانت تسعى باش تكبر وتتوسع وتولي حتى اقوى من دول، والخوارزميات المتطوره اللي قاعدين يستعملوا فيها التو. مثلا الوقت تعدي تتفرج في تصويره معينه ولا تقرا في مقال ولا حتى تتفرج فيديو، الوقت هذاك يحسبوه ويولوا يجيبوا لك حاجات كيفه بالضبط باش انت تعدي اكثر وقت في البلاتفورم تاعك. فما فازه اخرى برسمي ما كنتش خامم فيها، مثلا كي واحد يعمل لك كومنتير على التصويره نتاعك ما تجيكش شيء يكتب لك، يجيك يقول لك راه فلان بفلان عمل لك كومنتير، وانت باللوجيك كي باش تدخل تشوف شكون عمل لك كومنتير ماكش تدخل لك هاو، باش تدخل تبقى تسكرولي شويه على الفيسبوك. بالطريقه هذه يستعملوها باش يجذبوك ويخلوك تعدي اكثر وقت في البلاتفورم تاعك. ما سالتش قبل على الخبر الغلط ينتشر اسرع من الخبر الصحيح. فما واحد من اللي عمل معهم مقابله المخرج قال حاجه خطيره برشا، قال انه الخبر الغلط ينتشر 6 اضعاف اكثر من الخبر الصحيح. مثلا الفينومين الارض مسطحه هذا كل كان بسبب يوتيوب اللي كانت بالعاني تركومندي العباد باش يتفرجوا على النظريات هذه. فما برشا معلومات اخرى بيحكوهم بالحق، برشا حاجات انا ما قلتهمش، فنخليكم بالرسمي تتفرجوا. بعد ما كملت فرجي سوشيال ديلاما قلت صادق لازمك تحسب قداش من ساعه تستعمل تليفونك في النهار. يا اخي طلع رقم يخوف على الاخر، 4 سوايع على انستغرام، 5 سوايع على فيسبوك، ساعتين على واتساب. بالرسمي بعد ما تكمل تفرج فيها تولي تحب تراقب روحك وتشوف روحك شنو عامل بالضبط، ويخليك فايق شوي، يعني على الاقل يعني تفيق شويه، كي نفيقوا شويه. وحتى صغار بالرسمي الجيل هذايا مدمن ادمان مش طبيعي على التليفون نتاعو، واللي هي حاجه تخوف برشا. في الاخر صديقي حبيت نقول لك حاول جست مره برك في النهار راقب قداش من ساعه تستعمل في التليفون، تو تشوف بالرسمي قداش تخوف الحكايه. هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، عايش خاطر وصلت لهنا، وشوفكم في الفيديو الجاي.